لو الجمهور المستهدف بالنسبة لك هي الشركات الكبيرة، يبقى أنت أكيد محتاج لأداة فعالة لتسويق البي تو بي. ولا ما أقصدش هنا لينكد إن ولا الكولد كولينج ولا الكولد إيميل ولا حتى إعلانات جوجل. بعد الشغل مع 7 شركات في مجالات المقاولات والكهروميكانيك والتشطيبات و3 شركات في مجالات الشحن واللوجيستيك، اكتشفت ان الكومباني بروفايل او بروفايل الشركه هو اداه تسويقيه سحريه لازم اي شركه في مجال البي تو بي تستخدمها عشان تقدر تدخل للشركات الكبيره وتتعاقد مع بارتنرز ويبقى في مجالات ما بينهم. في الفيديو ده انا هشرح لك خطوه بخطوه ازاي بنعمل كومباني بروفايل احترافي ومميز الشركات بتستخدمه عشان تقدر تدخل للشركات التانية وتسوق لنفسها في مجال البي تو بي. اول حاجه لازم تعرفها هي اهميه الكومباني بروفايل، لان هو يعتبر اداه بتبرز الشركه وبتبرز اهدافها، بتبرز القيم بتاعتها، كمان بتبرز اعمالها وسابقه اعمالها والمشاريع اللي قدمتها قبل كده. فعشان كده لازم يكون لكل شركه كومباني بروفايل يشرح كل حاجه عن الشركه. وبعد خبره تنفيذ اكتر من 11 او 12 كومباني بروفايل اقدر اقول لك شويه عناصر اساسيه لازم تستخدمها وانت بتعمل الكومباني بروفايل بتاعك. اول حاجه هي صفحه الغلاف او المقدمه، ولازم الصفحه يكون تصميمها جذاب، لازم يكون بتضمن الشعار، فيها اللوجو بتاع الشركه، فيها الالوان الاساسيه بتاعت الشركه. كمان لازم نستخدم عنوان قوي عشان نعرف الناس ان ده الكومباني بروفايل بتاع الشركه، وكمان نبذه تفصيليه عن الشركه ومجالها. تاني حاجة هي صفحة من نحن، وهي دي اللي بيبقى فيها قصة الشركة، بيبقى فيها الرؤية والرسالة بتاعت الشركة، كمان فيها القيم والأهداف بتاعت الشركة. وتقدر كمان لو الشركة حجمها كبير تحط فيها الهيكل التنظيمي بتاع الشركة وتكتب الخبراء والمديرين وتنزل صورهم كمان. ثالث حاجة هي الخدمات والمنتجات اللي بتقدمها الشركة، لازم طبعا بيبقى فيه صفحة تفصيلية بتتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. ويعني في أغلب الشركات اللي اشتغلنا معاهم كان بيبقى الموضوع أكتر من صفحة عشان نقدر نشرح الخدمات بتفصيل بحيث إن أي حد يقدر يفهمها. كمان تقدر تشوف أو تكتب في الكومباني بروفايل مجال التخصص والتكنولوجيا لو أنتوا بتستخدموا تكنولوجيا معينة مثلا. رابع حاجة ودي مهمة جدا 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 وكل الشركات طبعا لازم تهتم بيها، وهي سابقة الأعمال والمشاريع اللي الشركة أنجزتها. وهنا بنتكلم عن دراسات الحالة أو كيس ستاديز لمشاريع تم تنفيذها، غالبا من 5 ل 7 مشاريع، يعني حاول تحط من 5 ل 7 مشاريع في الكومباني بروفايل بتاعك. حاول تركز في تفاصيل المشروع زي نطاق التحديات، الحلول اللي انتوا قدمتوها في المشاكل دي، وطبعا آراء العملاء، وطبعا اقتباسات من العملاء الراضيين عن المشاريع المنجزة. خامس حاجة وهي الشهادات والاعتمادات. طبعا كل ما يبقى فيه تراخيص، تصاريح، شهادات ايزو الشركة حصل عليها مثلا، ده طبعا بيفيد وبيدي مصداقية وبيدي موثوقية ان الشركة دي شركة كبيرة وليها اعتماداتها. سادس حاجة وهي منهجية العمل، يعني بنتكلم في شرح مراحل تنفيذ المشروع، بنتكلم في ضمانات الجودة، بنتكلم في إدارة المخاطر، كمان ازاي نقدر الشركة بتلتزم بالممارسات المستدامة أو المسؤولية المجتمعية للمجتمع. سابع حاجة طبعا بنحطها في الكومباني بروفايل وهم الشركاء والموردين، يعني لو عندك شركاء استراتيجيين تقدر تحطهم، كمان لو عندك موردين أساسيين بتاخد منهم مثلا حاجات معينة لازم تحطها في الكومباني بروفايل. تامن حاجة هي معلومات التواصل، يعني لو بتحط بقى ويب سايت الشركة، الإيميلات، الموبايلات، كل المعلومات اللي الناس تقدر من خلالها إن هي تتواصل مع الشركة. طيب دي شوية نصايح أنا هقول لك عليها عشان واحنا بنستخدمها واحنا بنصمم كومباني بروفايل يكون شكله جذاب الناس تفتحه وتبدأ تقرأ فيه. أول حاجة هي التصميم البصري، لازم طبعا يكون الجودة عالية، بنستخدم صور احترافية. تاني حاجة التنسيق الألوان، لازم يكون تنسيق الألوان مناسب للبراند بتاع الشركة أو الهوية بتاعت الشركة. كمان لو في رسومات بيانية ممكن نحط حاجة زي كده بحيث ان هي بتدي شرح للأرقام، وخاصة في مجالات أو الشركات الكبيرة بيحبوا ان هم يقروا تفاصيل عن الأرقام والإنجازات اللي تم تحقيقها.
تاني حاجة هي طبعا المحتوى. بنحاول نستخدم لغة مهنية، يعني لو في مجال معين وكلمات معينة بيستخدموها في المجال ده بنحاول ان احنا ندرجها في المحتوى بتاعنا. كمان بنحاول ان احنا نكون مختصرين، يعني بلاش تطويل في الكومباني بروفايل والكلام المكتوب في الكومباني بروفايل. اللي بيقرا عايز يشوف حاجات معينة وكلمات معينة بحيث ان هو يعرف ان انت شركة كبيرة او الكومباني بروفايل ده بتاع شركة كبيرة. كمان نحاول نستخدم الكلمات المفتاحية، الكلمات اللي الناس بتستخدمها في السيرش، لان ده معناه ان الناس بتدور عن الكلمات دي، فلما بيلاقيها طبعا هو بيقرا بيبقى حاجة كويسة بالنسبة له. تالت حاجة ودي احنا بنعملها دايما باستمرار لأي شركة شغالين معاها، ان احنا بنطلع اكتر من نسخة. يعني بنطلع نسخة للطباعة PDF، بنطلع نسخة للعرض باوربوينت، وبنطلع نسخة فيديو بحيث لو في برزنتيشن او حاجة. ده بيبقى حلو جدا طبعا بحيث ان يبقى عندك استخدامات كتير. واللي انا هقوله لك عليه دلوقتي شوية نصايح ممكن تستخدمها عشان تقدر تنشر الكومباني بروفايل بتاعك وناس كتير تقراه. اول حاجه انك انت تنشره على جوجل بيزنس او لينكد ان، تستخدمه على وسائل التواصل الاجتماعي. كمان تحمله على الويب سايت بتاعك في صفحه من نحن او صفحه اباوت اس عن الشركه، وتسيب الكومباني بروفايل لينك بتاعك اي حد يقدر يعمله داونلود ويقرا اكتر عن الشركه. في اخر الفيديو احب اقول لك ان الكومباني بروفايل يعتبر اداه قوية جدا للتسويق، خاصة في مجالات البي تو بي، وازاي تقدر تدخل بيه لشركات وتتعاقد مع شركات من خلال الكومباني بروفايل، سواء انت اللي بتروح بالكومباني بروفايل تتعاقد مع شركات او رجالة المبيعات اللي في شركتك. طبعا لما بيتعمل كومباني بروفايل مدروس واحترافي ده بيفتح لك ابواب كتير من الشراكات، وتقدر من خلاله انت يفتح لك فرص اكتر. كمان تقدر توازن بين الكومباني بروفايل والويب سايت بحيث ان الاثنين يبقوا نفس الشكل ونفس المضمون ونفس البراند او نفس البراندنج زي ما بيقولوا. وده احنا بننفذه لشركات كتير بحيث ان هو يبقى كله مع بعضه ميه واحده زي ما بيقولوا بالبلدي، ويدي انطباع ان الشركه ليها براندنج والشركه ليها علامه تجاريه قويه وظاهره في كل الخطوات اللي بتاخدها. ربنا يوفقنا جميعا.